ايه عشان احنا شعب بنحب بعضينا يعني بنحب بعض قوي كده قوي في ألفة. فتلاقي ايه، تلاقي ان احنا طريقة كلامنا بقت شبه بعض. يعني تلاقي الولاد كلهم مثلا معلقين على كلمة واحدة. ايه يا اسطى؟ يا اسطى الكلام على ايه؟ يا اسطى ايه الاخبار؟ يا اسطى ايه الاحوال؟ يا اسطى ازيك؟ يا اسطى وحشني. والله تحس من كتر ما كلمة يا اسطى بقت في الجملة، ممكن تبقى جملة لوحدها وانت تفهم بقى، انت تخمن الكلام. اللي هو يا اسطى يا اسطى يا اسطى يا اسطى، اللي هو يعني ايه قصده؟ ايه ما بتسألش عليا ليه يا اسطى؟ فاهم كده؟ عند البنات مثلا كلمة اصلا، اللي هو اصلا يا بنتي الولد ده ما كانش بيحبك، ده كان بيلعب بيكي اصلا. انت مجنونة اصلا، انت ازاي عرفتي واحد زي ده اصلا؟ اللي هو اصلا. وبعدين بقى ايه، ممكن نستخدم الكلمات دي كبديل لحاجات تانية وانت تفهم. اللي هو مثلا اصلا، فاهم؟ اللي هو او اصلا، يعني كده. انت فاهم؟ اللي هو مثلا تيجي تنصح بنت تقول لها على فكره انت ما ينفعش اللي انت عملتيه ده، يعني لازم كده تاخدي بالك، فتقول لك اصلا كنت هعمل كده. انت ايش عرفك اصلا؟ ها؟ ده انا اصلا من زمان، مش اصلا دلوقتي. انت ايه اصلا ولا ايه؟ فهي طريقه الكلام كلها تبقى كده. وده جاب تخلف عند معظم الناس. فتلاقي مثلا ده التخلف ده تشوفه في الفيسبوك، لما حد يخش يكلمك في اشكال كده اللي هي تقول لي خش يقول لك هاي. هاي دي انا اول ما حد بيقول لي هاي بقلق، اللي هو لا لا، مالكش دعوه بيا، سيبني في حق، فاهم كده؟ فتقول له مثلا وبعدين بعد هاي فيقول لك بتعمل ايه؟ بعمل بيبي. انا بعمل بيبي، هتعمل معايا؟ مش هتعمل معايا، يعني ما تسالنيش بعمل ايه. صح؟ في اشكال تانية بقى، ده اللي يعمل لك اد تعمل له اكسبت يخش يقول لك مين. مساء الخير احمد حسام ماك ديليفري. مش حضرتك كنت طالب ديليفري ولا ايه ده؟ ايه ده؟ لا انا تقريبا غلطت في الشات، انا اسف. انا تقريبا رايح شات تاني. ايه في ايه مالك؟ ما انت اللي عامل اد يلا. ده انتوا اشكال غريبة اصلا. باي اصلا باي ذا واي مع الماء. يا اسطى اقفل.